السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة والسعادة. النهاردة برد على فيديو جميل جدا لأستاذنا محمد شادو حفظه الله. عنوان الفيديو بتاعه هو ايه المرتب الكويس في أمريكا. الفيديو جميل جدا، وأنا بس بوضح فيه بعض النقاط أو بسلط الضوء على بعض النقاط. طبعا هو قال إن ده بيعتمد على تكلفة المعيشة في أمريكا، بتعتمد على انت ساكن في انهي ولاية وفي انهي مدينة وفين في المدينة دي، هل في قلب المدينة ولا في الضواحي. بعض المدن ضواحيها غالية جدا، بعض المدن ضواحيها أقل غلاء. ده كلام صحيح ومنطقي فعلا. بعد كده طبعا سلط الضوء، اتكلم عن ان المرتب الكويس في أمريكا هو 100,000 دولار السنة فأكثر. طبعا يا اخوانا $100,000 السنة فأكثر، أنا هنا بسلط الضوء على إن $100,000 دول جروس. يعني إيه جروس؟ يعني مش هيخشوا جيبك، اللي هيخش جيبك منهم بعد الضرايب والخصومات 57-57 ألف دولار السنة. لو وصلوا $60,000 السنة يبقى كويس. طبعا الضرايب والخصومات دي كانت موضوع لوحده، يعني هيتخصم منك ايه وعلى حسب ايه، ده موضوع لوحده. بس خلينا نقول ان $100,000 السنة هيخش جيبك منهم حوالي 55-57 ألف دولار السنة. وأستاذنا محمد شادو سلط الضوء على نقطة مهمة جدا، إن ده في الغالب عشان نقول عليه مرتب كويس هيبقى مرتب كويس للهاوس هولد كمان، مش للفرد. وهو هنا بيتكلم عن ايه؟ ان الزوج والزوجة وممكن الأولاد لو هم عدوا 18 سنة، حد منهم عدى 18 سنة وبيشتغل وبيحط وبيجيب دخل، فكده $100,000 دي تبقى دخل الزوج والزوجة والابن. أو لو لسه ما فيش أطفال بلغوا 18 سنة وبيشتغلوا، يبقى مرتب الزوج والزوجة. وطبعا الكلام ده واقع فعلا في أمريكا، لأن الزوج والزوجة لازم يشتغلوا تحت وطأة هذا البلاء والغلاء. فإحنا لغاية النهاردة نسبة عالية جدا من النساء العربيات مش متقبلة فكرة إنها تشتغل وتجيب دخل تحط فلوس في البيت، صدقوا أو لا تصدقوا. فلو جبت لهم سيرة ان المرأة تشتغل وتحط فلوس في البيت، الموضوع ده غريب جدا عليهم، لان هم عاشوا في الرفاهية لسنين طويلة جدا. انت في امريكا لما بتتكلم فعلا عن مرتب $100,000 السنة، ممكن واحد يكون بيعمل $100,000 السنة لوحده، ما بقولش ان ده مش موجود، ولكن في الغالب ده فعلا مرتب الهاوس هولد، الزوج والزوجة معا. لأن في أمريكا نسبة عالية جدا من الزوجات بتشتغل وبتحط فلوسها في البيت مع الراجل. طبعا هو ده شيء جميل، بس له آثار جانبية مش موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. طب لو انت بتعمل $100,000 السنة لوحدك، اللي هي 55,000 دولار السنة بعد الضرايب والخصومات، ده معناه ان انت واحد من ضمن 8% من الناس اللي شغالين في امريكا اللي بيعملوا $100,000 السنة او اكتر. دول نسبتهم كام يا اخوانا؟ 8%. طيب لو انت بقى دخلت في طبقة رجال الأعمال والمحامين والأطباء في نيويورك وعملت $250,000 السنة،
طبعا اللي هم بعد الضرايب والخصومات هيصفصفوا لهم على 120 ألف دولار، 130 ألف دولار السنة، على حسب عوامل كتيرة، بس خلينا نقول ما بين 100 ل 130 ألف دولار السنة. يبقى أنت واحد، لو أنت بتعمل المرتب ده لوحدك يبقى أنت من ضمن 1% من الأمريكان اللي بيعملوا 250 ألف دولار السنة أو أكتر كجروس باي، وليس كنت باي، لأن ال 250 ألف دولار السنة جروس باي بيصفصفوا على كام؟ على 120 ألف دولار السنة. فبس عشان الموضوع يكون واضح، 70 ألف 80 ألف برضو يعني توقع ان تلتهم على الأقل يطير في الضرايب، مش هتاخدهم في جيبك. فكل لما بتعلى الشريحة كل لما نسبة الضرايب على المرتب بتزيد. فيا اخوانا بوضح النقطة دي، الشرائح المختلفة. لو انت بتعمل 20 دولار الساعة او اكتر، فده معناه ان انت واحد من ضمن 49% من الناس اللي شغالين في امريكا. بتعمل 49، انت واحد من ضمن ال 49%. ال 20 دي بعد الضرايب والخصومات تصفصف لها على 14 او 15. لو انت بتعمل 15 دولار الساعة تبقى انت في الحالة دي واحد من ضمن تقريبا 60% او التلتين. فهكذا يعني الموضوع. فالارقام دي يا اخوانا كلها ارقام جروس، والارقام الجروس انت ما بتصرفش منها، انت بتصرف من النت باي اللي هو بعد الضرايب والخصومات، عشان بس نكون واضحين. استاذنا محمد شادو مرة يقول هتبتدي ب10 دولار الساعة، مرة تانية يقول ب15 20، مرة تالتة يقول 50 60 ألف دولار السنة، اللي هي حوالي 25 دولار الساعة أو أكتر. فطبعا هذا تناقض. ما حدش يقدر يقول انت هتبتدي بكام، لأن دي بتتوقف على عوامل كتيرة جدا. ولكن وبرضه في قدرتك على تطوير نفسك وتزويد مرتبك وانك تلاقي شغلانة احسن، برضه بيتوقف على عوامل كتيرة جدا. فهي مش دايما مقترنة بانت بقالك كم سنة في امريكا، لأن قدرة الناس على تطوير نفسها دي بتختلف طبعا من شخص لآخر. ولكن بحب أعرف حضراتكم إن 50 60 ألف دولار السنة ده يعني مرتب أغلب اللي بيجوا أمريكا ما بيبتدوش بيه، إلا بقى لو كان هو يعني موفق ومرزق يعني. فبس بحب أوضح النقطة دي، وحبيت أوضح لكم البراكتس عشان يبقى عندكم فكرة عن المرتبات في أمريكا عاملة إزاي. أي أرقام جروس تسمعها تاني دي ما بين تلتها إلى نصها بيطير في الضرايب والخصومات، بس عشان الناس تكون مستوعبة معايا حضراتكم. وما زال الحد الأدنى للأجور في كثير من مدن وولايات أمريكا أقل بكتير من 15 دولار الساعة. يعني على حسب فعلا أنت هتشتغل فين. أرجو الصورة تكون وضحت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.